قد ايه لما تكون اسطوره في نظر عين جمهور ناديك اللي عمل اسمك واللي وصلك لشهره كبيره جدا جدا. كون ارتبط اسمك باسم نادي الزمالك والجمهور يشوفك قاعد بتتفرج، مفيش اي مسانده. حازم امام نجم نادي الزمالك وابن الراحل الكبير الكابتن حماده امام، واللي جده الكابتن يحيى الحريه امام، اللي كانوا من تدرجوا في نادي الزمالك وحملوا شارة قيادة نادي الزمالك. كابتن حازم امام في كل مشاكل ادارة اتحاد الكرة مع نادي الزمالك اللي شفناه ان هو بيقف بيتفرج، مفيش اي قرار بيطلع منه. قد ايه الجماهير مستاءة وحزينة من اللي بيحصل من كابتن حازم امام، واللي حتى الان مش شايفين موقف صريح حصل عشان خاطر الجماهير تكون معاه. في كل مرحلة كنا بالنادي ان حازم امام لازم ينزل يبقى رئيس لنادي الزمالك، لان شخصية حازم امام وشياكة حازم امام ولباقة حازم امام المفروض بتليق بواحد رئيس نادي. ما بالك ان الجمهور اصلا هو اللي عاوزك تبقى رئيس نادي، ولكن بعد كم التجاهل اللي شفناه وعدم ان يعني تنفيذ رغبة الجمهور، او ان انت حتى تقف مع الحق او تقف مع ناديك اللي عمل اسمك، كل ده سبب كبير جدا جدا يخلي نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك ان هي ترجع وتبدأ تفكر من اول وجديد عشان تشوف مين اللي شايف مصلحة نادي الزمالك وتقف وراه. كابتن حازم امام في جميع مشاكل الزمالك مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان بيقف يتفرج. اخرهم من شهرين، مش هنجيب بقى اللي ورا، اخرهم من شهرين مشكلة القيد، واللي الكل معترف بيها ان الزمالك مقيد لعيبته على السيستم، وكابتن حازم امام نفسه معترف ان لعيبة الزمالك على السيستم، ولكن ما طلعش قرار جريء ووقف قدام اتحاد الكرة وقدام التعنت اللي حصل وقال ان الزمالك له حق ولازم لعيبته تشترك عشان خاطر تلعب، وده اثر على الفريق في افريقيا وفي الدوري، وبرضه ما شفناش منه اي رد فعل. كابتن حازم امام مع مشكلة كهرباء الاخيرة واللي حصلت واللي كلنا شايفينها بتوقيع العقوبة 12 مباراة لسبوا نادي الزمالك في المباراة الأخيرة اللي عدت من شهرين أو من 3 شهور، كان الزمالك والأهلي، واللي كسبها الأهلي واللي أحرز فيها هدف محمود كهرباء. بعد 3 شهور طلع قرار بإيقاف كهرباء 12 مباراة، ولكن القرار نفسه هو قرار إمام عاشور اللي اتعاقب فيه 12 مباراة، والزمالك قدم استئناف، ووقتها تم الرد على نادي الزمالك ان الاستئناف لا يوقف القرار، وان امام عاشور هيكمل في الايقاف بتاعه لحين الفصل في القرار. ولكن يشاء القدر ان محمود كهرباء يتعاقب بنفس العقوبة من لجنة الانضباط ب 12 مباراة، وساعتها الاهلي يقدم الاستئناف ويترد عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم ان الاستئناف بيوقف العقوبة، وان كهرباء ممكن يشارك رسميا مع الاهلي لحين الانتظار وحين الرد على الاستئناف المقدم من الاهلي. الكلب مكيالين في عقوبة واحدة بتبين لك قد ايه مدى الفجاعة اللي بتحصل في الكرة المصرية، واللي بتبقى بتخليك باصص ان النادي الاهلي في كفة وكل فرق مصر في كفة، مفيش عدالة كروية. وده اللي حصل على اثرها ان سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز لما اتكلم وقال ان هو يسحب الاستثمار من داخل نادي بيراميدز علشان خاطر مفيش عدالة كروية، وان العدالة او ان الاتحاد موجه لنادي واحد وكان يقصد وقتها النادي الاهلي. كل ده بيعرفك قد ايه ان المنظومة بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم كلها للأسف في الطريق الخطأ. لابد من تصحيح المسار بداية من الوزير أشرف صبحي علشان خاطر نقدر نرفع بالكرة المصرية في الأمام. خلينا ناخد عبرة من المغرب، خلينا نشوف
المغرب وصل فيها الحال ان هي توصل لكاس العالم وتبقى رابع العالم وانت قاعد بتتفرج عليها على التلفزيون. هم طبقوا القانون وهم طبقوا الرياضة بحذافيرها وخلوا ان مصلحة المنتخب ومصلحة الأندية كلها تعلو على الرياضة المغربية، ولكن احنا هنا بنخلي مصلحة نادي واحد بس اللي هي اللي تعلو على الرياضة المصرية. اخر كلمتين هقولهم، انا استفزني جدا 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 في كل عقوبه بتحصل على النادي الاهلي ان منتخب مصر، اصل دي لعيبه منتخب مصر، لازم اصل احنا ما ينفعش نوقفهم. خلاص يا عم اضرب، خلي لعيبه الاهلي تضرب، تشتم، تبلطك في الملعب، وانت ما تقدرش توقفهم عشان دول خاطر بيلعبوا في منتخب مصر. يعني هو الزمالك والاسماعيلي ومحله والاتحاد والمصري وسيراميكا وسموحه، كل دول لعيبتهم ما بيلعبوش في المنتخب المصري، وهو الاهلي بس اللي بيلعب في المنتخب المصري. احنا في ايام مفترجه، خلوا ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنكم، افيقوا والحقوا الرياضه المصريه عشان ما تنحدرش. احنا كنا احنا المفروض ان احنا رواد الرياضه في افريقيا وفي الوطن العربي، ولكن باللي بيحصل في الاتحاد المصري وان هم يدللوا على نادي واحد، قمه الفجاعه اقسم بالله في الكره المصريه. ربنا يسترها والايام الجايه تعدي على خير، ونشوف بقى اللي هيحصل. هل هيلتزموا بنفس القانون وان الاستئناف لا يوقف القرار، ولا الاستئناف يوقف القرار؟ شاركونا برأيكم في التعليقات والكومنتات.